من قبل اي كلام عايزك تنزل تشترك في القناه دلوقتي، لانه عرفك ازاي تعمل كامبين احترافي زي ده. صدقني الشغل ده هو اللي بيجيب عملاء، لان بكل بساطه اي عميل هيشوف الشغل ده وهو مهتم بالمجال، وساعتها كل اللي هو يعمله يطلع التليفون ويرن عليك فورا. مرحبا. حد رد؟ لا انا بجرب عشان لو رد، بس هو حاليا بيرن. وقلت لك في الفيديو ده تجربتي مع تصميمات السوشيال ميديا، من ازاي تجيب افكار او تعرض شغلك او ازاي تلفت الانتباه لحد ما تجيب اول عميل ليك. انا جيت. والفيديو ده هينزل يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 2. هتقول لي طب انت ليه بتتكلم على الفيديو من دلوقتي؟ اقول لك لان الفيديو ده بالتحديد محتاج اني اتكلم قبلها بفتره، وتقريبا كنت لازم اتكلم من قبل كده كمان، لان الفيديو ده هيفرق معاك جدا وهتشوف الفرق بعين. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ماشي. وقبل ما الفيديو ينزل انا عملت كام فيديو على القناه هيوفر عليك وقت ومجهود، عايزك تدخل وتشوفهم. اسمع الكلام مفيش هتعصب عليك. انا بصراحه جعان وعايز اتعشى. هتعشى فول بوطه. فول بوت. زي ما انت عارف القناه دي معموله عشان اشارك تجربتي اللي هتساعدك انك تطور من شغلك وتتعلم اسرار التصاميم من غير لف ولا تعقيد، وتبني لنفسك مستوى يشرفك قدام اي عميل. انت بتتكلم جد؟ فهنا هتلاقي خطوات وهتحقق افكار جاهزه ونصايح هتغير من شغلك، فلو انت مهتم يبقى لازم تعمل فولو للقناه وما تبقاش بخيل وتعمل لايك على الفيديو ده عشان يوصل لك بالعدد من الناس عشان نستفيدوا. خلي بالكم من نفسكم يا